ده طريقة البانيه الخطيرة، وهاقول لكم كده على حبة تريكات هتخلّي البانيه في حتة تانية خالص، واللون دهبي والطعم حكاية، ومش هتخلّي الcover يفك. يالّا بينا نسمّي بالله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معايا نُص كيلو من البانيه متقطّع ومغسول كويس جدًا ومتصفّي من المَيّة. هاحتاج على نُص كيلو البانيه بصلاية حجمها وسط متقطّعة صغير في الخلاط، هاحتاجها معايا أحطها في الخلاط وعليها الملح والفلفل الأسمر والتوم البودر وربع معلقة صغيرة من المرقة، وهاحتاج معايا 3 ليمونات. الليمون بتاعي حجمه صغير فأنا احتاجت 3، لو الليمون عندِك كبير خدي ليمونتين 2 بس. واضربي بقى الكلام الجميل ده كله في الخلاط لحد ما الخليط ينعم معاكِ جدًا. أنا محتاجة الخليط يكون ناعم. آخد بقى البانيه بتاعي أحطه في الطبق وأنزل عليه بخليط البصل وأقلب بقى البانيه كله وأسيبه في التلاجة لمدة ربع ساعة. عقبال ما يبقى في التلاجة نحضّر بقى الcover بتاعنا. هاحتاج بيضاية ونُص كوباية من الحليب وربع معلقة من الملح وربع معلقة من الفلفل الأسمر، وأقلب بقى الخليط ده كله في بعضه لحد ما البيض مع اللبن يفك معايا خالص. أجيب بقى الفيجيتار أو البقسماط بتاعنا العادي جدًا اللي بيتجاب من عند أي فرن بتاع مخبوزات. أنا بقى اللي هابهره، هاحط له ملح، فلفل أسمر، كزبرة ناشفة، وهاحط كمان توم باودر وبصل باودر وبهارات فراخ، وأقلب بقى المكونات ديّة في قلب الفيجيتار، وآخد بقى البانيه بتاعي أعديه الأول على البيض بالحليب، وبعد كده أطلع من البيض بالحليب على الفيجيتار. ولازم وأنتِ بتعملي البانيه في الفيجيتار تتّكي على قطعة البانيه جامد، تبططيها جامد أوي علشان البقسماط ما يفكش معانا من قطعة البانيه. واخلّص الكمية كلها زي ما أنتم شايفين كده. والتركاية التانية اللي أنا بعد ما أخلّص الكمية لازم أعينه في الفريزر لمدة 3، 4 دقايق، يستحيل الcover يفك معاكِ خالص. وأجيب الطاسة بتاعتي وأحط زيت غزير، الزيت بتاعي يسخن، أنزل بقى بالبانيه بتاعي. شايفين شكله؟ ما تقلّبيهوش ما تجيش جنبه خالص دلوقتي إلّا أمّا تحسّي اللون اللي تحت بدأ يلوِّن معاكِ. شايفين شكله خطير والcover ما فكِّش معايا واللون بتاعه طالع دهبي وطعمه حكاية. شايفين الفصوص من جوّه والcover حتى وأنا باقسمها أهي الcover ما فكِّش معايا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ومحتاجة منكم شوية دعم. أنا والله الفترة ديّة أنا ما ليش مزاج خالص للتصوير، ما ليش مزاج أنزّل فيديوهات خالص، فمحتاجة منكم كده كلمة حلوة في الكومنتات عشان تشجعني وتخلّيني أرجع تاني.